في حراسه المرمى، عندك حارس مرمى يمر بفتره ممتازه جدا، لعب مباراه كبيره، هو اللي خلى الفريق موجود في الدور نصف النهائي. شوف هنا كيفاش مايقا وكانه مش موجود. خلينا من الكره، خلينا من التوزيع العرضيه. مايقا يعني فاق متاخر، وهذا تقل التركيز من اللاعب، لانه هذاك صاحبك اللي لازم تكون معاه مان تو مان. ايش يجي لي هو ظهير ايسر، انت لاعب الرواق في الجهه اليمنى مايقا، صحيح انك تتحول للجهه اليسرى في بعض الاحيان، لكن هنا سذاجه كبيره من الخط الخلفي الكل نتاع الفريق، وخاصه من مايقا اللي ما قامش معناها بالتغطيه العرضيه. في الهدف الثاني سنشاهد الهدف الثاني بالريد بي. شوف هذا الهدف الثاني مرة أخرى التوغل ممتاز جدا، في ظهر مرة أخرى، في ظهر نفس المدافع طومبورا، ثم توزيع عرضية ممتاز جدا. هنا نوعية يعني بعد الهدف يعني خسر لعبه تقريبا منتخب المالي. منتخب المالي مثل ما قلت لك في البداية هشام لازم يلعب دفاع محسن، دفاع في المناطق الخلفية في 30 متر الأخيرة. لما يفتح اللاعب مثل هذا مع منتخب نيجيري عنده سرعة كبيرة، يعني موزيس عنده ايمينيكي عنده مبيع عنده ايدي، لما تخلي له مساحات ما يسامحكش منتخب نيجيريا. هذاك علاش وممكن النتيجه باش تكون اعرض من ذلك في الشوط الثاني اذا كان ما يضمش صفوفه منتخب مالي. ايمينيكي سيناريو ولا اروع يعني، ولا احسن من هذا السيناريو بالنسبه للمنتخب النيجيري. مثالي خلينا نقول. I think it's a very best scenario. هذا هو السيناريو الأمثل بالنسبة للمنتخب النيجيري، أن تسجل 3 أهداف في الشوط الأول، فهذا شيء لم أتوقعه أنا شخصيا ضد المنتخب المالي الذي لديه خط وسط ميدان قوي جدا. ولكن ما أثار الاستغراب اليوم هو الأخطاء الساذجة مثل ما قال الكابتن نبيل معلول في خط الدفاع. حينما تلعب مع فريق يتحلى بالسرعة مثل المنتخب النيجيري فلا بد أن تسد كل المنافذ. رأينا وأن هدفين كان من الناحية اليمنى، إذا هذه نتيجة جيدة بالنسبة للمنتخب النيجيري. عليهم الآن أن يزيدوا من الضغط على المنتخب المالي، وخاصة عليهم أن يستغلوا هذه الأسبقية ويستغلوا سرعة أمنيكي الذي يجيد تسجيل أهداف. يمكن أن نوصف أن هذا السيناريو هو الأمثل حينما تخوض الشوط الأول وأنت متقدم ب3-0، يجب أن تذهب إلى الشوط الثاني وأنت مسيطر على مجريات المباراة. شكرا الكابتن نبيل والإيمانويل مينيكي. هذا الهدف الثالث قبل ما ننتقل إلى الفاصل. الهدف الثالث جاء عن طريق إيمينيكي، الكرة تصطدم بالحائط وتؤول في شباك الحارس المالي. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود، فابقوا معنا.